ماركتنج استراتيجي. خلينا نقول هي مش بس استراتيجي، هي تفكير الماركتنج. الماركتير الشاطر بيفكر ماركتنج مش بيفكر ديجيتال ماركتنج، بيعتبر او بيتعامل مع الديجيتال ماركتنج ان هو جزء لا يتجزأ او جزء صغير من علم كبير اسمه علم التسويق. علم التسويق كبير وبدأ من زمان ومستقبله طويل وفيه فروع وفيه تفاصيل، يعني لو قعدنا نحكي فيها سنين مش هقول لكم غير انه يكفي انه في ناس بتقضي حياتها بتدرس في فرع فرعي من الفرع الرئيسي في فرع من فروع الماركتنج. فيعني الموضوع كبير. مش يعني هقولها لكم ازاي، ما ينفعش ان احنا نتعامل معاه بالسطحيه اللي احنا بنتعامل بيها. النهارده احنا هنتكلم عن الاستراتيجيك ماركتنج. يعني ايه استراتيجيك ماركتنج؟ ازاي بعمل استراتيجي كامله حقيقيه للماركتنج في شركتي بشكل عام. اول ستيب انا محتاجه اعملها لما ابدا اي استراتيجي في الدنيا هي ان انا اشوف انا بعمل ده ليه. بكتب الميشن، اهداف شركتي، هي مهمتها ايه في الحياه، رؤيتها ايه في الحياه، فيجن وميشن وجولز، وابدا اكتبهم في ستيتمنت قصيره جميله مختصره توصل لكل الناس، توصل لتيم الماركتنج، تبدا تتنقل للتيم اللي بيشغل الشركه فعلا للاوبريشن ككل، بعدين تبدا تتنقل لكل الناس اللي حوالين الشركه، كل الستيك هولدرز اللي هم موظفين، عملاء، موردين وخلافه. طيب هبدأ من الميشن اللي بتقول لي أنا أصلا هنا ليه، أنا بعمل إيه هنا، واخد منها أطلع أهدافي، أطلع الأوبجيكتيفز اللي أنا هشتغل عليها. هنا احنا بنتكلم عن اوبجيكتيف الماركتنج اللي بتخرج من الاوبجيكتيفز الكبيره بتاعه الشركه ككل، اللي بتخرج من اهداف الشركه ككل. خليني اقول انا كمدير تسويق من حقي ان انا اقعد مع صاحب الشركه واقعد مع المدير العام للشركه واتناقش في تفاصيل كتير جدا، تفاصيل تخص المنتج، تخص تصنيعه، تخص تسعيره، تخص حاجات كتير قوي. صاحب الشركه ما بيكونش معتقد انه ده جزء من دور الماركتنج، لا، هو احنا شغلنا مش بس ان انا اعمل الهيصه والدوشه والاعلان والكذا والكذا حوالين المنتج، لا، انا دوري اكبر من كده. انا دوري ان انا اقعد ادير معاك العمليه التسويقيه ككل، اللي بتبدا اصلا من العمليه الانتاجيه او العمليه الاستيراديه او البروسيس والاوبريشن بتاع شركتك بشكل عام. يبقى اول خطوه عشان اعمل استراتيجيك ماركتنج بلان انا محتاجه احدد اهدافي اللي بتتبني بناء على اهداف الشركه. عديت النقطة دي أبدأ أعمل situation analysis. ليه؟ عشان أبدأ أشوف أنا موجود فين على الأرض، أنا فين بالمقارنة بمنافسيني، أنا فين بالمقارنة بنفسي إمبارح، أنا فين بالمقارنة بعملائي وطموحاتهم وتطلعاتهم ليا، أنا فين؟ وضعي إيه في السوق ده؟ طيب بعمل ده إزاي؟ أول حاجة ببدأ أشوف إيه الأوبورتيونيتيز اللي موجودة في السوق. أنا النهاردة بشتغل في مجال كذا وشايف إن السوق رايح لكذا. انا النهارده بتاعه ماركتنج وشايفه ان السوق رايح لحته الاوتوميشن، هفضل واقفه انه انا بشتغل سوشيال ميديا بس؟ لا، تبدا توسع وتضيف برودكتس تانية وتضيف خدمات تانية للمنتج الاساسي اللي عندك، وتنفتح على الاسواق وتبقى شخص متجدد وعندك من الفلكسبيليتي انك تتحرك اسرع واسرع. طيب اول مرحله بعملها هي ان انا اشوف اصلا ايه الفرص المتاحه عندي في السوق. ولاحظوا ان احنا في مرحله السيتويشن اناليسيس دي انا بس بشوف انا موقفي فين من السوق، مش باخد اي قرار لسه. يبقى ستيب رقم 3 ان انا بشوف الاوبورتيونيتيز والفرص الموجوده حواليا. بعد كده بعمل حاجه اسمها 5 سي اناليسيس. يعني ايه 5 سي؟ ممكن اكبرها لكم هنا شويه. ال 5 سي ان انا احلل شركتي، اعرف انا قدراتي ايه، امكانياتي ايه، ايه اللي اقدر عليه وايه اللي ما اقدرش عليه. حلل الكاستمرز، حلل العملاء بتوعي دول، مين هم، فين، ازاي اوصل لشرايح عملاء جديده، مين ممكن يكونوا اصلا عملاء جداد عندي. بحلل الكومبيتيتورز، بدخل في تفاصيلهم اكتر واكتر وببدا اعمل لهم فول اناليسيس. يعني احنا شفنا بنعمل لهم مثلا السوشيال ميديا اناليسيس ازاي، بنعمل لهم كومبيتيتور اناليسيس، باخد منها الجزء الكونتنت فبراجع الكونتنت بتاعهم وببدا اشوفه بيعمل ايه.
وهكذا. لكن انا هنا في المرحله دي لا، انا بدخل بقى في تفاصيل المنافس من كل الجوانب. انا بشوف الراجل ده بيشتري بكام وبيبيع من فين وبيروح فين وبيجي منين وبيحضر معارض ايه وي 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 وي. ببدا اشوف الارض بتاعه المنافس بشكل عام. طيب ايه كمان؟ السي الرابعه هي الكولابريتورز، المتعاونين. مين اللي انا اقدر اعمل بارتنرشيب معاه؟ مين اللي انا اقدر اعرض منتجاتي عنده؟ مين اللي انا لو دخلت اشتركت في الجمعيه الفلانيه هبقى يعني هتعرف على علاقات اكبر وهبني ثقه اكبر وكذا وكذا، فهتوسع لي فرص اكبر وهكذا. اخر حاجه الكلايمت، المناخ العام للاستثمار، المناخ العام للاقتصاد، المناخ العام للظروف اللي حواليا. النهارده الدنيا كلها عماله تحصل فيها حرائق، بكره الدولار وقع، بعده حصل كذا. فببدا ادرس الوضع حواليا، المناخ العام حواليا عامل ازاي. ده كده اسمه 5C analysis. طيب عندي ايه كمان؟ عندي تول من تولز الاناليسيس المشهوره جدا جدا اسمها سوات اناليسيس. سوات يعني نقط القوه strengths point، نقط الضعف weakness، opportunities الفرص، threats التهديدات. الاربع حاجات دول لو انا ذاكرتهم كويس جدا 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 هبدا يعني اخد او افهم كل التفاصيل اللي انا ينفع اعتمد عليها في الماركتنج بتاعي، واللي ينفع او اللي لازم ان انا ابعد عنها. هفهم كويس قوي ايه الفرص اللي انا لو استغلتها هتأثر معايا في شغلي وفي تسويقي وفي منتجي وفي بيعي، وايه التهديدات اللي انا لازم اعمل حسابها من النهارده عشان ما تأثرش عليا بكره. وده واحد من انواع الاناليسز او الاناليسز تولز المشهوره جدا جدا واللي الناس كتير بتعتمدها. طيب لو انا شغلي اكبر شويه او بتعامل مع دول مختلفه فبحتاج اعمل حاجه اسمها بيست اناليسيس. بي بوليتيكال، الامور السياسيه في الدوله دي عامله ازاي. ايكونوميك، الامور الاقتصاديه، سعر الدولار عندهم، اللي عندهم مشاكل اقتصاديه وتضخم وكذا وكذا ولا لا، ايه اللي بيحصل اقتصاديا عندهم، ظروف الناس واحوالهم وهكذا. الاس سوشيال، الامور الاجتماعيه وظروف البني ادمين بقى الاجتماعيه عامله ازاي. واخر حاجه هي التي التكنيكال، الناس دي عندها نت، عندهاش نت، عندها برودكتس متطوره جدا فلا مش هتقبل المنتج بتاعي، لا ده ما عندهاش خالص لدرجه ان هي برضو مش هتقبل المنتج بتاعي. الامور بشكل عام عامله ازاي، وده بحتاجه امتى؟ لما بكون بشتغل على اسواق دوليه. طيب انا عرفت اهدافي وعرفت انا رايح فين، وبعد كده عرفت انا واقف فين دلوقتي، محتاج اعمل ماركتنج استراتيجي. ماركتنج استراتيجي بالنسبه لي بتبقى ايه؟ اول حاجه بحتاج اعملها ان انا اعرف مين الاودينس بتوعي، مين جمهوري، مين المستهدفين فعلا ان هم يكونوا عملاء عندي. ونبدا بقى نعمل لهم التارجت اودينس بالشكل الاجمالي، واطلع منه الباير بيرسونا بشكل تفصيلي جدا جدا. التارجت اودينس الواحد نقدر نطلع منه اكتر من باير بيرسونا. الباير بيرسونا لازم يبقوا كتير، يعني انا ما عنديش شخصيه واحده في الحياه هي العميل عندي، لا انا عملائي كتير جدا، بس محتاج ابقى اكتبهم على ورق. كل ما الكلام ده بيبقى مكتوب على ورق كل ما بتلاقي دماغك اتنظمت وعرفت انا بعمل ايه اصلا في حياتي وفي الديبارتمنت اللي اسمه ماركتنج ده. طيب حددت مين التارجت اودينس، محتاجه احدد حاجه مهمه جدا، احنا بنعمل استراتيجي فمحتاجه احدد اهدافي مقاسه بادوات قياس. فمحتاجه اقول انا احسن واحد، فانا هعمل واحد اتنين تلاته في الوقت الفلاني الساعه كذا، تعالى حاسبني. اتكلم بالارقام، كلامي ما ينفعش يبقى كلام عام. انا عايز ابقى احسن شركه في مصر او اكتر شركه الناس تسمع عنها، حلو جميل، بس تعالى ترجم لي ده في measurable goals، يعني يعني اهداف قابله للقياس، اهداف سمارت. سمارت يعني specific، محدده، قابله للقياس، ليها وقت معين، ليها مسؤولين عنها ينفذوها. فهنا انا بحط جولز اهدافي بس بشكل مقص. طيب استراتيجي يعني لازم يبقى فيه جزء مهم جدا منها اسمه بادجت. البادجت بتاعي هيبقى ايه، هيبقى كام، هصرفه ازاي، هصرفه على ايه، هيجيب لي ايه. كل ده بيبقى جزء من الاستراتيجي العام. طيب
جزء مهم من الماركتنج استراتيجي بقى، احنا هنا بنحط الاساس، عايزه احط الاساس اللي انا هشتغل عليه فعلا. بشتغل على حاجه اسمها ماركتنج ميكس. يعني ايه؟ يعني العوامل الاساسيه اللي بتحرك البيزنس بتاعي. انا هينفع اعمل ماركتنج وانا ما عنديش برودكت؟ لا. يبقى انا محتاج اخد المنتج اللي عندي او الخدمه اللي عندي وابدا اعمل لها ديفلوبمنت، ابدا اطورها بما يتناسب مع كل ما سبق، بما يتناسب مع الاوبورتونيتيز اللي حواليا، بما يتناسب مع امكانياتي، بما يتناسب مع التارجت اودينس بتوعي، وهكذا. طيب عملت المنتج، ينفع اقول هو كلفني جنيه فانا هبيعه بجنيه وربع؟ طب بناء على اي اساس؟ لا، لازم حضرتك تراجع حاجه اسمها برايسنج استراتيجي، واختار استراتيجي التسعير بتاعتي بناء على عوامل كتير جدا، او على الاقل بحدد ايه الاستراتيجي اللي انا عايز اشتغل بيها. وهنا لينا وقفه هنشوفها كمان شويه، لان في يعني استراتيجيز مختلفه كتير ينفع اعتمدها according لكل كيس بنعتمدها. طيب ايه الميكس او ايه العامل الرابع المؤثر في الماركتنج ميكس بتاعتي؟ هي البروموشن، هي ادوات التسويق. ادوات التسويق هنا اللي منها المبيعات، اللي منها الديجيتال ماركتنج، اللي منها كذا وكذا وكذا. انا هنا بتكلم عن البروموشن بشكل عام. البروموشن اعلاني هيبقى عامل ازاي؟ انا هشتغل اونلاين ولا اوفلاين؟ ولاحظوا احنا هنا بنشتغل استراتيجي، يعني بنشتغل بعقل مش عضلات. يعني انا محتاجه ابقى بفكر في الصوره العامه الكبيره، محتاجه ابقى عارف انا هشتغل اونلاين ولا اوفلاين. طيب هشتغل في مواسم معينه ولا هعمل ايه بالظبط؟ طيب هروح للعميل ولا هو اللي هيجي لي؟ لما هروح له هقول له ايه وهيقول لي ايه؟ وهكذا نبدا نبني البروموشن استراتيجي بتاعنا. اخر حاجه في الميكس هي البليس او التوزيع او الاماكن اللي انا هبدا انتشر وابيع من خلالها. وهنا ببدا اشوف انا هشتغل عن طريق فروع موزعين، لا انا هشتغل بنفسي عن طريق الويب سايت بتاعي، انا هشتغل عن طريق ايه بالظبط. وتيجي النقطة الأخيرة في أي استراتيجي في الدنيا، هي الامبلمنتيشن أو التنفيذ، وإزاي هحكم التنفيذ عشان يبقى يعني مناسب وبيحقق اهداف الاستراتيجي. في جزء الامبلمنتيشن انا محتاج احط البلان بتاعتي انتو اكشن، احطها في خطوات تنفيذ، وابدا اتابع التقارير واتابع النتائج واتابع الريزلتس كلها، واشوف واعمل مقارناتي واشوف ايه الافكتيف معايا وايه اللي مظبوط وايه اللي مش مظبوط وايه اللي محتاج يتعدل وايه اللي اموره تمام. وبكده انا اكون خلصت الاستراتيجي بتاعتي.